من قمة 360 مول أنا محدثكم غازي شريف، أرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج رياضة في رياضة، حلقة كاسيت رياضي الاستثنائية المخصصة لكبار النجوم. ضيفنا اليوم نجم نادي السالمية السابق، نجم منتخب الكويت السابق، نجم الشباب الإماراتي السابق، نجم الريان القطري السابق، نجم الهلال السعودي السابق. أبو حمود أكمل النجم السابق ولا يحوشني شد. أرحب في النجم جاسم الهويدي. حياك الله اخوي غازي، وارحب فيك وارحب بالستاف العامل معاك. وبرنامجك دائما مميز باطروحاتك وافكارك، وعلى قولتهم اللي تحت الصندوق الاسود، وما بيقول داخل الصندوق الاسود، تحت الدكتور جاسم ما شاء الله ان صندوقك عامر بالاسرار، يعني ما في اسود، هو لونه اسود بس، لكن كله ان شاء الله محطات وتفاصيل مليانه بريق. ابو حمود ببلش معاك دكتور جاسم من شايف مسلسل رأفت الهجان، بلشوا فلاش باك من النهايه اللي بعدين ردوا البدايه. انا بلش معاك مباراه اعتزالك. مباراه اعتزالك وايد صارت فيها لويه، وكنت اصلا يعني وصلت مرحله اذكر انا يوم بغيت خلاص بتكنسل لانه صار في ايقاف، وانت كنت بتشتغل على المباراه وكنت بتكنسل لان تعرضنا الايقاف الدولي. الفتره المحبطه هذه شوف طبيعي، يعني كل واحد يبي يختم مسيرته بمباراة تليق بمسيرته يلعبها. يمكن أنا اختياري للمنتخب الإيراني حديت على قولتهم، انحديت عليه، فبالتالي يعني جزاهم الله خير. الاتحاد كان وقتها يعني الشيخ أحمد الفهد، وأيضا أخوي لجنة انتقالية كان لجنة انتقالية بالضبط، حمود فليطح، نواف جديد، فيصل الدخيل. فعرضت عليهم الموضوع ان انا يبغى تعال، انا واقف من 2003، فاليوم انت تتكلم ب 2008، احنا 5 سنوات واقف، ما قاعد العب، ما قاعد اسوي ولا شيء. زين اعطوني خلاء على الاقل انهي مسيرتي مباراه تليق فيني. صحيح. هم بعد صار في شد وجذب حتى داخل اللجنه بعد، وصار انه والله ما قام يراسلون، وبعدين قال لا انت ما تلعب منتخب الكويت، كيفك دبر نفسك، احنا منتخب الكويت. مع انه كان مدرب المنتخب موجود، اسامه موجود. صح. ولكن والعلم هذه نقطه تسجل حق كابتن اسامه حسين اخوي، يعني وقف وقفه رجل صراحه، وهذه عوايده صراحه. يحتاج واحد قال لهم لا يبا ليش هذا الريال عطى حق الكويت وخدم الكويت، عطوا مباراه اعتزال. صحيح. بالتالي صار شد وجذب، حتى ما صار في مراسلات عن طريق الاتحاد. كنت انا اراسل مراسلات شخصيه بالضبط، اراسل الاتحاد الايراني عن طريق المتحد الايراني اللي عندنا بالكويت، ويكلم كابتن علي دائي. وعلي دائي طبعا لما عرف، يعني مش تصور، يعني علي دائي اللي هو عرف ان اعتزال جاسم الهويدي رحب بالفكره. أيوة. وقال انا راح اجيب كامل نجوم. ايوه انا هذه اللي يعني علي دائي كان موقفه وايد طيب، وخصوصا ان كان عنده تصفيات ومباراه مع السعوديه في تصفيات كاس العالم، لكن اصر انه يجيب كامل نجوم تقديرا لك. بالضبط. واكد لي بان لما كلمته قال لي انا راح اجيب كامل نجومي، اهم شيء ان انتم تلعبون كامل نجوم. قلت انا لك مني راح تشوف منتخب الكويت تلعب اوكي تحت مظله نجوم تغيير الاسم بسبب الايقاف، لكن لا مو تغيير الاسم، لا هذا تغيير الاسم كان بسبب اللجنه الانتقاليه ترى. يعني ما كان عشان لا اللجنه الانتقاليه هم قالوا ما تلعب بالمنتخب الكويتي. كيفك نعطيك حتى شوف ما اعطوني، عشان كذي صار المدرب صالح ايوه قال لنا ما نعطيك المدرب ولا نعطيك اللاعبين. صالح زكريا كان كابتن صالح زكريا الله يعطيه الصحه والعافيه. حتى اسامه رفض، قال حتى يعني معنى انه كان هو قاعدين، قال مدير الكره انه ممكن ما يشارك. قال اسامه اسمحوا لي انا راح اكون متواجد مع الفريق اللي راح يجيبه جاسم الهويدي. راسلت لاعبين المنتخب عن طريق نادي بالسالميه، من القادسيه والعربي والكويت والسالميه وكاظمه وكل، امانه ولا واحد اعتذر. اي صحيح. ولعب فريق كامل منتخب الكويت، ولكن سموه نجوم منتخب الكويت وليس منتخب الكويت. كان الشيء اللي تفاجأ فيه علي داي انه ناداني بالليل قبل المباراه. انا احب التفاصيل. فقال لي انت راح تلعب باكر، راح يلعب منتخب الكويت. انا اللي سمعته مو منتخب الكويت. قلت اذا في واحد من اللي راح يلعب داخل الملعب مو مسجل بسكور شيت منتخب الكويت، قلنا انا كذبت عليك. كلهم صحيح. وشاف قدام عيونه انه قاعد يلعب قدام منتخب الكويت، وكانت مباراه اصلا حتى قويه، يعني انتهت 1-0 1-0. يعني مو
مو مثلا نتيجه مو كبيره، اي يعني مو اقوال وكذي واللعب مفتوح، لا يعني. وانا كنت اتمنى صراحه، يعني كابتن صالح زكريا وقتها كان هو المدرب، لعبت شوط، انا ما قلت له متى راح اتبدل، كان فيني اني اعطي، لان انا كنت قاعد اجهز نفسي حق المباراه. فلعبت شوط كامل، شوط ثاني شيء بدني، قلت انا طالع انا مستغرب يعني مباراه اعتزالي ليش تبدلني يعني. فلا الحمد لله كان يعني مباراه حلوه، حضر فيها يعني جمهور فيها، اللهم لك الحمد والحمد لله. زين، على طاري علي دائي، في سالفه لك مع الجمهور الايراني في التدريب، كان الجمهور الايراني ناديك كنت قاعد تعالج. صحيح. جمال مبارك لبس تيشيرت رقم 20 وش سوى عاد؟ شوف، طبعا لي محبه خاصه مع المنتخب الايراني، مع الجمهور الايراني. حتى بالمطار لما كنا نوقف لاين على اساس نختم جوازاتنا، كان يطلع مدير المطار يطلع من غرفته يناديني، يقول لي انت ما توقف بلاين. شي كان لهالدرجه، لانه كان المنافسه الاخيره بالسنوات الاخيره بيني وبين علي دائي يمكن هي اشهر جاسم الهويدي، وبالتالي كنت انا رايح معاهم وقولت عليهم بالضبط، قولت عليهم. زائد كنت رايح مصاب وياهم، كان تصفيات كاس العالم وانا مصاب، فكنت قاعد برا وجمال لابس رقم 20، فالجمهور كان حاضر قاعد يطالع تدريبات، فيقول حق جمال مبارك ويدي عبالهم منه، هو جمال يروح يسوي لهم شي ترقص، وانا اقول حق جمال لا ترقص، يضيع يشوت فوق وشي. فجمال تدري هذه قفشاته على قولتهم ما نخلص منها. زين، انا بروح معاك الحين حق انت لك يعني كل اللاعبين لهم علاقه مع المعلقين، انت علاقتك مختلفه مع المعلقين، يعني انت لك علاقه خاصه مع المعلقين، يعني شيخ المعلقين خالد الحربان في خليج 11 وخلال خليج 14 مع المعلق حمد محمد. يعني علاقتك مختلفه انت مع المعلقين. شوف، الله يطول بعمره، ابو يوسف شيخ المعلقين خالد الحربان، يمكن ما كنت اتمنى اني انا اكون يعني موفق الفتره اللي كان يعلق فيها، على اساس ناس ما ابرز كثير من النجوم ان اكون حالهم يعني. ولكن طبعا كانت خليج 11 انا بالنسبه لي كان يعني النقطه السوداء بحياه جاسم الهويدي الرياضيه. ولكن هذه النقطه هي نقطه الجنب بالضبط. النقطه السوداء هذه تحولت بعدين، صارت نقطه على قولتهم خضراء، واللهم لك الحمد كنت متوفق فيها. طبعا بتعليق لي مباراة منتخب قطر، يعني قسى علي خالد الحربان، وانا اعتقد ابو يوسف حتى انه قالها يعني باكثر من حتى المقابله او مثلا بالاعلام، ان انا قسيت على جاسم الهويدي بان يعني شبهني انت على قولتهم جمهور رقم 12 مع المنتخب القطري، لما كنت ما توفق وما سجل اهداف بهذه المباراة، خاصه المباراة هذه تحمل لان مباراة فاصله، وبالتالي يعني ما توفقت، وكان قاسي علي بالنقد لدرجة أنا يمكن ترى هذه المباراة ما شفتها لما رديت من الكويت، يعني شفتها بعد يعني يمكن قرابة ما أدري سنتين أو سنة كذي، صدق ما تغديت لما شفتها، ما تغديت من كثر ما النقد كان قوي. بنفس الوقت أنا كنت حزين على نفسي إني أنا ما قاعد أسجل، يعني عرفت شلون؟ زائد أنا كنت أساسا بالتربية الأساسية يعني قاعد أدرس، كانت نظرة يعني ربعنا واخواننا واللي حوالينا كل ما يشوفوني ضيع كاس الخليج، سبب النكسة، اي سبب انه ضيع كاس الخليج. فهذه لصقت معي وتاثرت امانه. سنتين انا طبعا لما رديت ترى طلبت من يعني رئيس نادي السالمين ذاك الشيخ خالد يوسف رحمه الله عليه ان انا ما ابي اكمل، يعني ابي ارتاح يعني وريحني بس ما حق الموسم الثاني وان شاء الله يعني ارجع قوي. طبعا هو او بدايه رفض، بس بعدين لما شافني ان انا قاعد مو زين، ما خلاص الملعب مو زين يعني. تصور ناس يجون قاعدين بالملعب يجون يشجعون مثلا، ما لهم شغل بالسالميه، يجون بس على اساس يسبوني، اي خلاص يعني فاهم شو الفكره؟ اي يعني كذي يعني ما لهم شغل بالرياضه، تفريغ شحنات بالضبط. بعد ذلك لما جيت حق طبعا وقفت انا بعدها. لا انا هذه بيك، هذه العوده لها لا مو العوده مع المعلق حمد ابو حمد. يعني ما قصه حمد ابو حمد. اي حمد ابو حمد طبعا ورا خليجي 11 ما لعبت لا 12 ولا 13. سجلت مع 13 ان اكون مع الفريق، ولكن رفعوا اسمي ما رحت معاهم. 14 رحت باول مباراه مع القادسيه، وتدري مع انت السعوديه مع السعوديه اسف. الشيء اللي شو اسمه، خسرنا 2-1، احنا خسرنا 2-1. الشيء اللي داخلي انه هذه البطوله جات بعد خليج 11، يعني بعد سنوات 6 سنوات تلعب مره ثانيه الخليج وانت تدري ان اخفقت بخليج 11. فانا الحين عندي الوضعيه هذه مو زينه، علما ان انا الحمد لله بديت ارد مع المنتخب، العب مباريات اسجل والعب مع النادي واسجل، ولكن خليجي كان له طابع سبحان الله. لما جيت مباراه السعوديه ما سجلت نفس الشيء، الكره تمشي على الخط، طق العارضه،
القائم. هني بديت يعني اتضايق خلاص، يعني شلون ليش ما راضي تمشي معي الكره بالخليجي. طبعا كان وقتها الكابتن محمد ابو حمد بن نواف هم نفس الشيء، يعني اخذ دور خالد الحربان، يعني فهمت الفكره؟ قسى بعد. اي فانا ما ادري، فرديت الفندق ولا ابوي يدق علي الله يطول بعمره، ولا يقول لي ايش في محمد ابو حمد بعد مسوي نفسه خالد الحربان، والله بهالكلمه ابوي قال لي اياها. فقلت له شنو قال لي كذي. الحين احنا رحنا التمرين، وبالتمرين طبعا كان كل حضور مجلس اداره الاتحاد، الامه، الصحافه، كاس خليج يعني ترى كاس خليج قبل غير عن الحين صراحه. صحيح. فمن عرضهم كان بنواف محاضر معاهم. فانا اخر تمرين طلبت من الكابتن ان ما شاء الله ان انا ابدي تمارين فرديه على الجول، وانا زعلان بس كنت شنو الله كان يعني الله يذكر بالخير يعني فلاح ديبشه ولا خالد الفضلي احمد جاسم يستحملونك. اقول لك شنو كنت اطلع كل حرتي فيهم وكنت اشوت يعني مو تقول لي مثلا يعني لا. فخلصت منه ولا بوجهي ابو نواف، قلت له انت مسوي نفسك خالد الحربان والله بهالكلمه، مع انه اكبر مني يعني وهذا، بس انه خلاص انا واصل مرحله انه منفجر اي مضغوط يعني انت من صدقك ما شنو جاي بتهاوش وياي يعني كذي يعني. بعدين دخل كان وقتها الشيخ احمد الفيت، دخل قال لي جاسم تعال خذاني على جنب اهدي وهذه الكره وهذه كذا. قلت لا ما يصير، احنا يبغى شنو، احنا منتخب الكويت ولا جاي منتخب سكه، خليه يحترم نفسه، احنا عيال اوادم، خليه يتعلق عدل، هو ما قاعد يعلق عدل بهالكلمه حرفيا يعني معصب انا حدي. بعد ذلك كانت مباراه قطر سجلت 6. ايش قال محمد ابو حمد؟ انت صالح جمهورك عدل من يعني فهذه رساله حق كل المعلقين، مو حد الان ولا اللي قبل او اسف اللي قبل او الان. انت اليوم لما تتعلق لاعب بشر معرض انه يكون نفسيته مو زينه، معرض خارج الملعب مو زين مع مثلا بيته، هلا عياله، اخوانه، ربعه. فانت احنا على قولتهم كميه احساس بس مشكله بانك انت لاعب كره قدم. صحيح. فهمت الفكره؟ المعلق لا، هو المعلق يبيك انت جاهز بكل احوالك، ما له شغل، صح ما له شغل، بس ان انت هم بعد لازم تراعي هذا الشخص او هذا اللاعب. خليك واصف مش ناقد بالضبط يعني. بالضبط قبل ما كان في استديوهات تحليليه، الحين خففوا عنك حطوا سيني تحليل. اهم شيء صح. دكتور جاسم احنا فاصل قصير ونرجع للحديث لكم من جديد، ومستمرين في الحديث الشيق مع الدكتور جاسم الهويدي في حلقه كاسيت رياضي. دكتور جاسم انا بروح معاك الحين بعيدا عن تبعات تحميلك الاخفاق وما صاحب خليجي 11، انا بروح عن تجربتك الشخصيه، لان هي الصراحه تجربه تستحق الوقوف والدراسه. يعني انت سويت مجهود كبير، وهذا المجهود اثمر انك ترجع الى قمه النجوميه. يعني اعتقد انت اول لاعب يستعين في متخصص نفسي، اعتقد كان دكتور محمد ثويني ذاك الوقت. صح. وضيف عليها انك استعنت في مدرب العاب قوه عشان تزيد من صح لياقتك البدنيه. هذا بذاك الوقت مبتكر، ترى تقول سنه 92 ما كان هذا دارج. فابيك تكلمني عن التجربه هذه. شوف يمكن بعد الاحباطات وبعد الانتقادات والصحافه وكذا، يمكن قبل احنا عندنا جرايد، يمكن جرايد كانت يمكن الحين ممكن نفس الميديا بالضبط. الميديا الان انت سهله تجيب المعلومه، بس قبل الجرايد مو كل من يقرا جرايد ترى، ولكن كان احنا عندنا تبي صراحه يعني شعب مثقف متابع ومحب للرياضه الكويتيه. بعد الضغط اللي صار علي وابتعدت، كنت ترى هذا كان ابتكار شخصي صراحه، مو يعني بالضبط اجتهاد مني يعني. عشان كذي بركز على التجربه. انا الحمد لله اقرا يعني، ف لما انت توخر لابد انك انت اول شيء تسوي شيء ثاني غير عن الشيء اللي تحبه. انا تزوجت بهالفتره، زائد لما جيت ارد اتمرن كنت ما ابي اتمرن تمرين تقليدي، ان ارد مع الفريق اتمرن تمرين بس ساعتين او ساعه ونص واتوكل اروح البيت، لا. فقلت قبل ما ابدي، دكتور محمد ثويني كان اساسا بكليه التربيه الاساسيه، فكنت اقعد اسمع منه نصائح وكذا وهذا. فوجهت بعد ذلك ان انا اروح اجيب مدرب العاب قوه. انا كنت فيني ضعف مثلا بالفزه بالفتحه هذه اول ما ابدي سبرنت إيه. شلون اعدل منها؟ من اروح له انا ما بيتمرن نفس تمرين لاعبين كره قدم. قلت ما كله اروح العب قوه. كنت اشوفهم اي قبل التمرين كانوا يتمرنون عندنا بالترتان بالضبط. فكنت اشوف كابتن بحيري الله يذكره بالخير عندنا بالسالميه، كان اروح له. قلت له كابتن ممكن تمسكني، انا ما ابي شيء، انا ابي منك اسبوعين
تمسكني لان انا عندي في ضعف عندي بالفتح لما اقوم من هذا. وانتم عندكم بالالعاب القوه لما تبدي الستارت في فزه عندكم، هذه الفزه لها تمارين بالضبط. شلون اسويها؟ قال انا راح اقعد معك بس اهم شيء تجيني بالوقت اللي اقول لك عليه. قلت له خلاص. فكنت اتمرن وياه على البحر، كان يوديني على البحر. طبعا هو صراحه وداني على البحر وبالترتان بس شنو دشيت كاني داش دوره عسكريه. رغبه كبيره جدا يعني خلاص ما فيها روح تعال. لدرجه كنت اتمرن معه واتمرن مع 19 فريق 19 وبعدين اروح مع درجه اولى. تصور يعني انا اتمرن 3 تمارين باليوم عكس لاعبين. فسميت على الحاله تقريبا مده اسبوعين مع هذا. بعد ذلك كملت مع العاب قوه لمده شهر ما شاء الله. فوصلت مرحله فت لدرجه قام يربط على يعني خاصرتي التاير العود يعني يربطه ويقول لي اركض اركض صار يعني بصراحه كان مدرب يعني عالمي صراحه انا بالنسبه لي يعني. بالضبط. والدليل هو كان سبب من اسباب ترى حتى اللي شافك مرحله يعني بعد الغياب ويوم رجعت فت. ما كان بالضبط. غير طبعا ناهيك انت تصعد مدرجات وتنزل مدرجات، هذه طبعا كانوا يكرهونها اللاعبين. انا كنت اسوي كل انواع التمارين فيها بالمدرجات لدرجه لما كان واحد يصعد اضحك عليه قلت له والله سهل قاعد يسوي يعني صدق لانه يسوي تمرين سهل. انا كنت اللي كان يسوي لي اياه الكابتن بحيري اشغال شاقه وذمتي والله العظيم كنا واحد يعني حاقد عليك اللي يجي يعني. بس هو بالعكس هو ما كان حاقد، هو كان قاعد يوصل لي رساله ان انت راح ترج نجم. وبالفعل الحمد لله يعني توفيق من رب العالمين قدرت. انا عشان كذي حبيت اوثق هذه التجربه لان اليوم اي لاعب ممكن يمر في نفس هذه الظروف، فاذا ما كانت عنده الرغبه الذاتيه ما حد راح يساعدك. اكيد هذا اكيد. اذا الشعله مو منك توقدها ما حد راح يوقدها لك. انا بروح حق بدايتك. انت لعبت لاعب جودو في نادي القادسيه. نعم. وحققت برونزيه العرب، لكن انا ما بروح حق هذه النقطه. انا بروح حق ان هذا لعبك في الالعاب القتاليه انعكس على اسلوبك داخل الملعب. يعني انت كنت مهاجم صلب، انت اللي تاذي المدافعين يشتكون منك، تاخذ طرد. صحيح صحيح. يعني هذا انا ما شفته. ترى قله مهاجمين خصوصا احنا ما شفنا عندنا مهاجم بهالشراسه. شوف هذه اعطتني قوه يعني كلعبه قتاليه. الجودو اعطتني قوه داخل الملعب اني ما اخاف لا من حارس، اخاف من دفاع، ما اخاف. انا متى خفت لما حاشني رباط صليبي. فانا كان العواقب مالت رباط صليبي ما ادري هل راح يرجع لي رباط صليبي، فكنت خايف. واقول لك راح اقول لك شنو سالفتها بعدين. الشاهد كنت ما اخاف الحراس لما يقول لي حارس ريت استانس انا. ان من انت تقول لي ريت على اساس اوخر عنك انت تمسك الكره على راحتك، لا ادعمك على اساس احسسك ان ترى المهاجم قدامك ما يخاف منك. الوحيد اللي عورني احمد خليل. لا احمد حارس نادي الشباب اخوه مشعل سعيد. احمد سعيد طلال. لا احمد يلعب بالشباب. هذا الوحيد اللي عورني، مع انه ما اشتركت وياه ولا شيء، بس اشتركت بكره واحده وياه يعني اساس اجربه. انا هو انت شلون تجرب الحارس انه تخوفه تشترك معاه تدعمه. بس باول هذه اول حظي اول اشتراك معاه وهو دش بركبه على فخذي وهو طاقني. حسيت الدنيا افترت فيني، قاعد صارخ اللي مو قادر امشي على ريلي، اقوم مو قادر. انا قاعد اقول حسيت ان ريلي انشلت يعني شي لهالدرجه قوه الضربه. بعدين يا الدكتور بخ قال لي قوم الحين ما اقدر ادوس على ريلي. بدلوني على طول. بعد قعدت تقريبا 10 ايام ريلي متفوخه من دم تيمع ريلي كنا كره. تصور جزاه الله خير الدكتور عبد المجيد البناي، هو ترى الاب الروحي للاعبين جميع الرياضيين والله يطول بعمره. وهذه صراحه يعني هذه كلمه قليله بحقه. جابلني كنت اروح له الصبح اعداد القاده، وبعدين كنت اروح له مستشفى بالضبط، بعدين عياده الاتحاد. المهم سنعت رديت مره ثانيه. ومع هذا ما رديت يعني والله خفت لا قمت ارد مره ثانيه. فواحده من الاشياء كان اسامه حسين لما كنت العب قوي يقول لي العب اسامه. شوف رفيجي اسامه يعني عمر يعني سواء منتخب انتيم تيمي وياي بالغرفه. فكنت اناجر لما كنت العب ويا العربي وكذا، اناجر العب قوي. انت تلعب قوي يعني، مع انه ما يلعب وياي مان تو مان، يكون واحد ثاني يلعب مان تو مان. ولكن انا يدري فيني يعني ما اخاف يعني من الدفاع. مو الهاجم طقه يوخر سلايد. تصور يعني اقول لك شيء وهذه والله ما افتخر فيها ولا ودي اللاعبين يسمعونها. ترى انا بالثلاث احترافات انطرت يعني هي وياهم 3 احترافات انطرت. وترى العلم في احتراف، في طبعا ظلم في طرد
ظلم انظلمت فيه مثلا مع النصر. لا انا شايف عشان لا تحرق علينا الفقرات انا بروح. فانا قصدي ان هذا الجزء هو مو فخر ترى يعني. لا بس طبيعي. لكن ليش انا ربطتها ابو حمود ان هذه في بدايتك بلعبه الجود خلاص التاسيس. صحيح. التاسيس بدا على شراسه وقتاليه بعمر صغير. اي نعم صحيح. زين دكتور جاسم صارت معركه اعلاميه وتبادل بالتصريحات بينك وبين محسن الحارثي. اذكر انت قلت عنه مصارع وهو رد عليك وتصريح بالاوربت وتصريح بالجرايد. في لك رساله من محسن الحارثي نسمعها ونرجع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا هلا وسهلا، حييكم وحيي الكابتن الكبير جاسم الهويدي صديقي العزيز. طبعا جاسم لاعب كبير، طبعا كان في الكويت، ولما جانا يعني تشرفت ان انا لعبت معاه، يعني لعبت ضده في مباريات الديربي. مهاجم يمتلك بنية جسدية ممتازة وذكي والناس فرص يعني. أما بالنسبة للكرت الأحمر الكابتن جاسم، هذا طبعا أنا يعني كنت مكلف في جاسم إن أنا أراقب جاسم وما أخليه يعني يتحرك بشكل كثير ويطلب الكورة. فكان يعني أنا طبعا كنت توني في البدايات يعني، فكان شغل الشاغل هو جاسم، فلو يروح يشرب مويه لحقته. بس طبعا تعرف مناوشات المباريات وكذا، بس الظاهر الكابتن جاسم تنرفز، يعني جاني منه كوع على خفيف وطحت يعني، فجت البطاقة الحمراء يعني، فودع الملعب وطلع. بس انه الحادثة اللي بعد المباراة جاني ثنيان وجاني جاسم وجاني قوم يا كذاب. بس هذا اللي صار يعني. اول شيء نحيي الكابتن محسن الحارثي. اكيد. الحين عطني قلت طرد ظلم. شوف يوسف ثنيان قبلها بالتمرين، او خلينا نقول نرجع حق مباراه الهلال النصر. طبعا مباراه الهلال النصر كان الناس، انا قلتها يمكن اكثر من لقاء، ينتظرون المباراه عند استاد الملك فهد. صحيح. قبل المباراه بيوم تلقاهم مخيمين قاعدين. خيمين صح، انا شفتها هذه 2014 شفتها. فمباراه تاخذ طابع كبير، اهتمام من المسؤولين، اللاعبين، الاعلام النصراوي او الهلالي، المدربين، اللاعبين نفسهم. فانت تدري اول مباراه بتلعب مع النصر وتبي تثبت ايضا ان انت سهل بالنسبه لك النصر انك انت تسجل عليه. فقبلها بليله كنت مع يوسف نيان، فقال يوسف انا لما امسك الكره انت اقطع ورا الدفاع، راح تيجي الكره قدامك، راح اخليك انت مع الباب. انا لما كان يقول لي يوسف ما كنت اصدقه بصراحه. اقول ايش قاعد يقول؟ يبالغ اي يعني ايش دعوه يعني شنو. سواها مره بالتمرين، ركبت براسي، خلاص عرفت انه شنو يعطي الكره صح. أقطع. اقطع لازم اقطع خلاص. صارت بالكره بالضبط مع النصر. طبعا نفس ما قال الكابتن الحارثي بانه هو كان مكلف انه يلعب وياي مان تو مان، رقابه رجل كان زاد قاعد ينرفزني بالمباراه، يمسك فنيلتي يجرني يعني شيء يعني. فانا اقول انت تبي الفنيله راح اعطيك اياها ورا المباراه، والله العظيم شيء بهالكلمه يعني. فخلني خلنا نلعب يعني، انت تبي تلعب العب وانا العب يعني. هو لا كان اقول يتنفس بوجهي يعني لهالدرجه يعني، وهو من حقه يعني كدفاع لازم يسوي كذي يعني. فيات الكره اللي مسك فيها يوسف ثنيان الكره، الحين حزت اني انا لازم اقطع الستارت هذا بالضبط. انا فتحت سوى الحارثي كان يمسك فنينتي، يمسك فنينتي. الحين زين بوخر عنك زين. سويت انا صار وجهي هني صوب الكوع، فسويت كذي انا على اساس شنو اوخره واطلع مو بالضبط مو طقه. وبالفعل شوف حتى مو قاعد يقول هي مو ضربه، ترى هي بوخره. انا وخرته، لعبت انفردت مع الحارس. لسوء حظي ما سجلت، الحارس حاشا باصابع ريله طلعت مره تم يم القائم يعني. تصور انا دائما اقول حتى باللقاءات قاعد اقول لو كنت مسجل هدف راح تحسب هدف ولا راح انطرد يعني. شلون رجع هو ما في فار. هو سوى طاح الحارثي قام يتلون كأني انا طاقه بسكينه مو طاقه بكوع يعني. طاح صارخ. فرجع له الحكم. طبعا حكم الرايه اساسا والله العظيم وانا حاطها بذمتي مو شايفني اصلا، لانه هي ما تنشاف الكره بلحظه. انت تنفرد، الجمهور يصرخ، كل الكره وين على الكره. شلون انت رجعت انه في ضرب وكذي؟ طبعا يا الحكم على طول اشهر كرت الاحمر. كان تقريبا ما صار لي شيء ثلث ساعه، وحد طبعا رحت له انا قاعد اقول ليش قاعد تكذب يعني فليش قاعد تكذب يعني. اعطاني كرت احمر ومعصب انا حدي، لانه كان ودي العب المباراه، وسبحان الله صارت يعني.
ولكن هذه من الاشياء اللي علمتني وايد اشياء، يعني علمتني انه شلون اتعامل مع الدفاع، خاصه لما شوف شو يقول لك هو يتنرفز صدق. كنت اتنرفز اذا احد مسك فنيلتي يضايقني كذا، بديت انا اسويها بالدفاعات. يعني فهمت صار الفكره؟ تكنيك. صار عندي انا التكنيك اللي انا ادي فيه الدفاع. واحده من انا بقول لك اياها، واحده ايضا بشنيشل، كان راضي شنيشل يلعب مع السد. اي نعم. بس طبعا كانت فيها انا بالنسبه لي كان هذه خلها ما ترجع لها؟ لا ايه لا زين لها محور. لا انت مبطل الصندوق كله. بس الحين طفينا النار بينك وبين محسن الحال. لا ماكو شيء والله، حتى هو ما شاء الله بالعكس يعني هو اصر والله يوم قلت له ضيفنا ابو حمود وارسل كذا فويس تاكد من الجوده. لا بالعكس يعني زين انا الحين بروح معاك حق حفل جائزه افضل بروح لحفل هداف العالم، الحفل الذي اقيم في المانيا عام 99. الحفل هذا شفنا على مسرح واحد دكتور جاسم الهويدي، ظاهرة رونالدو وباتستوتا. ابي تفاصيل ما انقالت. شوف طبعا ما انقالت. اول ما جاتني الدعوه اللي بلغني فيها بشار عبد الله، فقال لي انت حصلت على هداف العالم. قلت زين اوكي انا هداف العالم يعني مو دارجه صح؟ اي يعني شنو هداف العالم؟ ما ادري شنو الجائزه هذه. قال لا انت حصلت ان هذه الجائزه تعتبر عن طريق الفيفا، يختارون اكثر لاعب سجل خلال سنه كامله بمباريات رسميه اهداف، انه اكثر لاعب هو ياخذ الجائزه هذه. كان قبل ماخذها علي دائي، السنه اللي قبلها ما كان ماخذها علي دائي، وانت سجلت 20 هدف، واللي وراك كان باتستوتا، وورا باتستوتا كان شو اسمه، في لاعب من كرواتيا سكر، يمكن سوكر يمكن، وبعدين رونالدو، بعدين حسام حسن من مصر. فقلت له زين مشكور على يعني خش يعني خبر وكذي. الحين ما ادري شنو تبعيات هذه الجائزه. بعد طلع لا ان لا يدزون لك دعوه ويدزون اياك تذكرتين حق المرافقين اللي معاك. تفاجأت دقوا على الاتحاد يقول متى بيروح معاك من الاتحاد؟ قلت ولا واحد. والله العظيم قلت ولا واحد. قال ليش ما تبي احد؟ يا اخي صدام اي قلت له ابي ابوي واخوي. طبعا قلت كذي طبعا اللي يبيه من الاتحاد تذكره من كيفه، ولكن اللي يجي معاي بهذه الجائزه ابوي واخوي. كذي قلت لهم. خذيت تذكرتين وياي ابوي واخوي، وعطوني طبعا الخريطه اللي انا اوقف فيها لما انزل مطار فرانكفورت، سياره موجوده وكل شيء موجود، يودونك للفندق. وطبعا انت من توصل الفندق يمسكونك حمايه معاك، يعني مو ما يخلونك تواجه الجمهور حتى لما تروح السوق اصلا وياك واحد يعني. طبعا كان شيء غريب يعني احنا نشوفه بالتلفزيون بالضبط. يعني ذاك الوقت حتى مدرج عندنا اي بالضبط. يعني كان شيء كان من معاي من حارس القرن دعيع، محمد دعيع معاي بالجائزه هذه. كان معطينا حارس القرن وقتها باسيا. ف طبعا صعدت الستيج، نادوا اسمي، طبعا لازم تقول كلمه. فانا قلت كلمتي باللغه العربيه، قلت لان انا عربي وانا مسلم فراح اقول كلمتي باللغه العربيه. كان طبعا حاطين لهم ترجمه وكل شيء، وتكلمت وكذا وهذا، والحمد لله. طبعا كان انا بالنسبه لي كان شيء كبير، يعني لدرجه تصور انت تطالع تشوف الحكم كولينا، تشوف نجوم باكن باور، تشوف نجوم العالم كلهم موجودين بالقاعه وياك. احنا نشوفهم كنا بالتلفزيون يعني، عرفت شلون؟ فكان يوم بالنسبه لي ما ينسى. ولكن هذه الجائزه تحديدا مع النجوم ما صار في حوارات مشتركه؟ ما لا يعني كان همي الشاغر ان ماخذ باجات الاسرى الكويت. وهذا انا سويتها ترى مكانين، ترى وزعت يعني صار فيها موقفين. هذا موقف من احد المواقف اللي خذيت، رحت حق اداره الاسرى والمفقودين اللي خذيت منهم باجات على الاسرى وبديت اوزع. فكانوا يسالوني هذه شنو؟ هذه القوة الناعمة اليوم بالضبط. فقلت هذه يعني هذه القضية وكذا، وهذه العراق دشت على الكويت وخذت أسرى من عيالنا وكذا وهذا، وللحين لا يزال الأسرى محتجزين بالعراق. احنا كنا ما ندري وقتها شنو كان يعني يصير عليهم مصيرهم يعني. فكنت اوزع هذه الباجات، والحمد لله يعني قدرت اني اوزع على كل النجوم باجات، ويحطونها كانوا يعلقونها، يعني اعطيه مو يحطها مخباته يعلقها. الشاهد طبعا هذه الجائزه امانه يعني جائزه ما حصل فيها عليها جاسم الهويدي، هو حصل عليها كل من كان مع جاسم الهويدي بهذه الحقبه، من لاعبين، اداريين، مسؤولين، حتى عامل الكره اللي كان ويانا ايضا هو كان له جزء من هذه الجائزه يعني.
تستاهل والله يا ابو حمود. احنا فاصل قصير ونرجع لكم. رجعنا لكم من جديد ومستمرين في حلقه كاسيت رياضي مع النجم الدكتور جاسم الهويدي. الصراحه الحديث وايد شيق ودكتور نبي نسرع لانه وايد اسئله. ما تشوفك في اجحاف لك بما يتردد بوسائل الاعلام ان السته اللي سجلتهم على منتخب بوتان هم اللي خلوك هداف العالم، مع ان هذه المباراه ما دخلت في التقييم؟ بالضبط. هو هذه في عند البعض يعني يخلط الامور. بوتان اساسا ما كان موجود يعني كدوله موجوده بنظام الرياضه، كان دخلت حديثه، وبالتالي لما سجلت عليه 6 أهداف ما كانوا محسوبين من ضمن هداف العالم. فالناس راح عبالهم انما 6 أهداف لا هي اللي اعطتني الفرصه. اي لا، انا كانت بوتان ملقيه اساسا من ال 20 هدف اللي انا سجلتهم. سجلت هدف على المنتخب السعودي، كوريا، اليابان. فهذه المنتخبات هي اللي سجل يعني حسمت فيها صحيح الجائزه. اما بوتان ما كانت وقتها مسجله. كوريا واليابان في الاسياد، كوريا باليابان بالاسياد بالضبط. بس نعم. بالضبط. زين دكتور جاسم، انا بروح معاك. مدرب منتخب بوتان وقتها الالماني كلاوس إيجنسن صرح ووجه رساله عتب، يعني قال ولوم حكم كلاعبين، قال انكم كنتم حيل قاسين على منتخب جديد ولاعبين صغار وما اكتفيتوا بالنتيجه المريحه، يعني خلاص كانت في النتيجه 3-4 تضمن لكم الفوز، يقول انتم كنتم قاسين وحطمتم شباب صغار، يعني انتم كنتم مجرمين كرويا في حقهم. تعليقك؟ شوف، من حقه، لان قلت لك هو كمنتخب بوتان كان جديد على الساحه الرياضيه، وحظه انه طاح مع منتخب الكويت بالتصفيات. ولكن من سوء حظه ايضا ان احنا صارت لنا فيها ديل، نفس اتفاق ان عدد تسجيل الاهداف هي دينار الهدف بالضبط 150 هي زياده مكافاتنا. يعني كان وقتها الشيخ احمد الفهد مسي عليه بالخير قال ان اذا كل هدف، لان احنا قبل كنا سهرانين، معسكرنا كان بالاتحاد ونشب شراقي بالليل ومنايمين متاخرين الساعه 2، هو درى. فاول بالاجتماع قال انا ما راح اعطيكم مكافاه فوز، انا ادري انتم تشوفون ان بوتان فريق جديد وفريق تو داش على الساحه وتفوزون عليه، فانتم تدرون ان مكافاتكم مضمونه، ولكن انا راح اغير سياسه يعني سياسه المكافاه، راح اخليها المكافاه على حسب الجول ب 150، انا مشتري الجول منكم 150 دينار. هذا اللي خلى على قولتهم ان احنا نسوي كذي ببوتان. فاحنا على قولتهم يعني غصب علينا كمدرب احنا نعتذر لك يعني. بس انت معصبت على احمد يعني من الجول السابع، والجمهور ينادي احمد جاسم عشان يشوت بلنتي وانتم بشار ولابسينه. صحيح، هذه اتفق، لان انا عندي قاعده احترم الخصم حتى لو كان ضعيف. احمد جاسم كان هو يبي يبين ان انا بشارك بالاهداف. انت كنت تشوف مشاركه من باب الاستهزاء. بالضبط. انا قاعد اشوفها انه ما يصير تستهزئ بالخصم حتى لو كان الخصم ضعيف، وحتى لو احنا مسجلين عليه اهداف ما يصير تستهزئ بالخصم. فكان كل ما يقدم ارده. وهو شات البلنتي رقم 20 تقريبا 19 او 20 الجول 19 صح. لما بدا خلاص الجمهور يعني بس خلاص الهويدي بعد متى بترده يعني. فخلاص وانت قولت 6 وبشار 7 خلاص بالضبط. فبالتالي خلاص تعال شوت البلنتي. ولكن شوف ورا المباراة أنا قلت حق أحمد جاسم، وهذا أحمد جاسم مسي عليه حي يرزق، قلت له أحمد شوف أنت استهزأت بالفريق أساس بشوت بلنتي، ولكن صدقني راح يوم راح الناس تتكلم عليك. وصار سبحان الله سنة 2000 طلعنا ضربة جزاء للبحرين وهو أخطأ فيها لليوم يعاني منها. بالضبط. فبالتالي هذه ترى هذه تعلم حتى شبابنا الآن. اليوم انت لا تستهزئ بالخصم حتى لو كان ضعيف. احترم الخصم، افوز عليه بنتيجه كبيره، ولكن بالنهايه هذه كره قدم فيها فوز وخساره. فزت على فريق ضعيف ولكن احترمته، ما قللت منه. بالضبط، ما قللت من قدره يعني. زين، ابي اروح تجربتك الاحترافيه مع نادي الشباب الاماراتي، يعني كانت مميزه وبديتها سيده، بلشت بجول. بس اللي ابيك تعلق لي عليه انه ليش ما حققتوا بطوله مع انكم لعبتوا نهائي الكاس هناك. وابي قصه لقب الهدهد هذه اللي كانت تنكتب في الملعب. هدهد الهدهد هدد. شوف طبعا اول مباراه اول احتراف، كل واحد اول احتراف لابد انه تجربه جديده، يعني تجربه جديده، حياه جديده. تدري انت راح يصير اختلاف بالتمارين، اختلاف بالنوم، بالقعده، بالاكل، كل شيء. وطبعا انا كنت يمكن يعني من البدايات الناس اللي طلعوا احتراف. فاخترت طبعا صار ترى اساس قبل بعطيك شيء معلومه هذه مو مسجله عندك بالصندوق. طبعا لما فوضوا الشباب الاماراتي قبل ما اخلص مع الشباب الاماراتي اتصلوا علي العين الاماراتي هاي واعطوني دبل الشباب الاماراتي عشان تكون بالصوره.
كان مدير مكتب وقتها مدير مكتب الشيخ ناصر بن ثعلوب ولا محمد بن ثعلوب؟ محمد بن ثعلوب. لا يعني واحد هو قال لي انا مدير مكتب الشيخ هزاع وقتها. اي فقال لي احنا نبيك بالعين. فقلت انا اعطيت كلمه حق الشباب الاماراتي وبنخلص. كنت ببانكوك واتصل علي رحمه الله الشيخ خالد يوسف. واضح انك التزمت الكلمه قولت هاترك على الامارات. بالضبط سبحان الله. اي يعني اليوم يعني سبحان الله اليوم اعطيتهم اوكي باكر مع المنتخب الاماراتي بانكوك. اي 5-3 مقول هاتريك. لا والمشكله مو شي جمعه قولش الشباب وهو قولش المنتخب بالامارات. فيقول انت جاينا يعني ماكو يعني. فالشاهد فقلت لهم انا ما اقدر يعني ما اقدر. انا اعطيت كلمه حق الاخوان بالشباب حتى لو كان فلوسكم دبل ولكن انا اعطيت كلمه. فالتزمت بكلمتي ويا الشباب. لما رحت الشباب اول مباراه امام النصر سجلت هدف على النصر. بدا الجمهور يحط لي شو اسمه انه يعني الهدهد. ايوه هذه الهدهد بالايه القرانيه ان اللي جاب الخبر. فاحنا يبنى اللاعب الكويتي راح يجيب لنا بطوله يعني بنبأ يقين بالضبط. فصار قمت العب معاهم. سجلت اهداف صرت هداف يعني بطوله الشيخ زايد رحمه الله عليه. وصلنا نهائي مع العين. احنا كان بالترتيبنا انا لما كنت جاي الشباب كان ترتيبنا تقريبا السابع او الثامن. وصلنا السادس بس كنا متفوقين بالكأس لان عندهم بطولتين كانوا. بطولتين صح. فبالبطولتين لعبت مع الاهلي الاماراتي. كنا الاهلي الاماراتي كأن القادسيه والشباب. هم صاروا نادي واحد الحين صاروا شباب الاهلي. بس وقتها ما لعبت وياهم انا بالدوري. فكانوا مسؤولينهم يقول يا معود يبينا الهويدي بتخرعونا فيه هالكلمه. رحنا لعبنا وياهم بالدور الثمانيه فزنا عليهم 5. انا سجلت عليهم هاتريك وصنعت الرابع. فكملنا لعبنا مع العين. احنا ليش ما خذينا بطوله؟ هذا الجزء الثاني مال الاسره. هذا طبعا ما له شغل بس اساس لا ننسى الموضوع. اي احنا وصلنا بنهائي مع العين اكيد بيحضرون الشيوخ بيحضرون السفاره. اي خسرنا 1-0 بالهدف الذهبي. بس خل اقول لك بس سريع على السريع. بالعكس. فقلت انا شو اسوي بدام الاعلام والدنيا والخليج يطلعون النهائي لازم اسوي شيء. رحت شريت شرطه صفراء لو تشوفها حتى بالصور موجوده. فاعطيتهم كل لاعبين يلبسون الشريط صفراء. فهم استغربوا. طبعا انا سمعت يوم قلت لهم انا يعني بوصل رساله ان اسرارنا الحين ما ردوا. فابيكم تساعدوني ان احنا نلبس الشريطه الصفراء. و100 واحد راح يسالكم من الاعلام انه والله ليش راح تقولون نفس الكلام ان في اسرى كويتيين موجودين بالعراق لازم يرجعون. والله بهالكلمه. شاهد لعبنا المباراة انطرد ويانا بالشوط الأول لاعب. بعد الشوط الثاني عبد الخالق انطرد بأول ربع ساعة. انتهت المباراة 0-0 بالأشواط الأصلية. بالإضافة الأول انتهى 0-0. الإضافة الثاني بدقيقة 7 دقائق طاف من الشوط سجلوا علينا هدف. كان وقتها في فرصة بيني وبين بخيت. لو ما أعطينيها بخيت كان انتهت المباراة. سجلنا هدف وانتهت المباراة. بخيت شاتها قال أنا كنت عبالي إن أنا يعني أنا الأقرب إني أنا أسجل مع إن أنا كنت بطن الجول. وانتهت النتيجة 1-0 حق العين. الشيء اللي كان يبرد عليه الخسارة إن في بعض اللاعبين قالوا والله لو فايزين كان إحنا نستلم الميداليات وحاطين شريط على راسنا. شوف وهذا الشيء ترى مو غريب على لاعبين الإمارات ولا أهل الإمارات. كل أهل الخليج تبارك الرحمن عندهم ترى نفس الفزعة ونفس الحب حق بعض يعني. أنا بروح النقطة. شوف يا أنا كنت يعني مو مركز أو أنا أذكر إنك لبست إشارة الكابتن مع الشباب الإماراتي. أنا غلطان عطوك الإشارة ولا مباراة واحدة لبس بخيت عطاك. أنا لا بخيت أو خميس منو كان؟ لا بخيت سعد أعطاني رقمه. أعطاني رقم فنيلته. هو كان يلبس 20 بالشباب الإماراتي. فأنا ميت خذه 10 أعطاني 20. وهذه ترى هذه من التنازلات كبيرة بأمانة. خصوصا لما لاعب نجم هو لاعب نجم بالضبط. لاعب نجم الشباب ولاعب منتخب الامارات وشارة الكابتن لان انا شارة كابتن. كنت وقتها مباراة اعتقد تم ايقافي 4 مباريات بعدين ردوا واعطوني اياها مع الوحده صح؟ اي اعطوني على قولتهم انه رد اعتبار ان احنا بنخليك كابتن في المباراة. والله موقف طيب. شوف الشباب الاماراتي صحيح اول احتراف ولكن عشت اجمل حياتي فيه كونه ما حسيت انت يعني بغربه. اي ولاعبين الموجودين ترى فيهم اغلبهم منتخب الامارات. تتكلم بخيت تتكلم شو اسمه جمعه راشد تتكلم خميس سعد سالم سعد الله يرحمه وليد عبيد كانوا لاعبين منتخب اساسا بالامارات. صحيح.
وكان حلو البيئه اللي فيها بيئه حلوه يعني إيه. هو بس كان على قولتهم انه اللي يضيق خلقك الحين، وان شاء الله نتمنى انه يرجع مره ثانيه، انه رد يعني على قولتهم جمعوه مع الاهلي، ولكن هو الشباب يتم الجوارح ويتم يعني فريق كبير بتاريخ الكره الاماراتيه. زين الايقاف طقيت عبد الله سالم انا اذكر كذي مع الوحده. عبد الله احتكاك بينه. عبد الله سالم كان قاعد يلعب، ما قاعد يلعب كره قدم، قاعد يلعب مصارعه. كان كل ما اصعد جنب هو كان لابس براغي. فكل ما اصعد جنب يحوش ريلي من ورا، يحوش فخذي من ورا، فيبدي من كثر ما هو صار يطقني طلع دم من فخذي. فقلت انت قاعد تلعب مصارعه يعني كذي يعني، ما كان حاكيني بنفسيه يعني. قلت له خلاص خير ان شاء الله. بقى احنا الحين مغلوبين الحين. لا مغلوبين والدوري بيخلص يعني، ما في يعني مباراه يعني، خالص الدوري. المهم الكره راحت قدام، كان مشتركه، طحت لما التفت ولا دم على الادلاق صاير. كان ادور له طالع وجهه واسوقه بوكس، والله لا شعوريا. شفت الحين هنا اللي بالمنصه كانوا حاضرين من السفاره الكويتيه، هم سمعوا البوكس. تصور هو الحكم حتى الرايه واللي بالنص ما شافوا اللعبه، بس سمعوا صوت البوكس وصراخ اللاعب طايح. فانا ما يعني خليته، ما سويت له شيء، سويت بيدي ان انا ما جسته يعني. كملت رده مره ثانيه يشوفون لاعب قاعد يشغل دمان، فسويت يا الحكم كان يعطيني احمر. رحت له انا وانا طايح، قلت له شوف انا بحياتي ما طقيت احد كذي يعني اشكره، بس انت خليتني اسوي فيك لما تسبري لي كذي، انت سويت فيني كذي وطلعت. فسبحان الله صارت بعدها البطوله العربيه مع السالميه، طحنا مع الوحده. فايش كان يسوي هو؟ يطق حسين الخضري. كان حسين قاعد يشتكي منه، كان اقول له اسمع ترى لا اذكرك بالبوكس. قلت له كذي والله ما جاس حسين الخضري، والله ما جاس حسين الخضري. قلت له لا اذكرك بالبوكس ترى. جمله جمهور وخر على حسين الخضري وتقول لي الجود ما اثرت. محمود انا بروح بس هذه اشكره، هذه طن. انا قلت لك مرات خذيت كروت حمراء بالاحترافاتي فيها وقع علي ظلم. الحارثي ما كنت مترضى. لا والحارثي اعترف اي هذه استحق طرد لانه ما فيها رسمي يعني. زين ابو حمود بروح معاك، ابي انتقالك للهلال بعيدا عن ما اثير هلال ونصر والتفاوض واللي قاعد يدار صار له 10 سنوات واكثر في الاعلام. انا حصلت خبر في جريده الجزيره السعوديه يقولون ان الشيخ طلال الفهد رئيس نادي القادسيه الله يعطيه الصحه والعافيه كان هو الوسيط لنادي النصر في التفاوض. تاكد لي المعلومه؟ لا لا مو صحيح. إن لأن لا علاقة طيبة مع الأمير فيصل بن عبد الرحمن بن سعود وحتى مع الراحل عبد الرحمن بن سعود. فكان نفس اللي هو اللي كلم يعني عن طريقه بدأ الموضوع. لا هو لا هو اللي صار كالآتي. احنا رحنا لعبنا بطولة أبها مالت الصداقة، كان السالمية يلعب قدام النصر، وانا وقتها سجلت هدفين على النصر. سجلت هدفين يعني مرتبين على قولتهم على النصر. فبعد ذلك رحت الفندق، انطق الباب ولا الامير فيصل بن عبد الرحمن كان يقول لي، حتى شفت انا بالفتحه هذه الصغيره ولا اشوف واحد لابس كمار، قلت الصحفي جاي فوق صعبه يعني. صح. فطلت الباب كان يقول معاك الامير فيصل بن عبد الرحمن. كان شلون ادخلك انا الغرفه يعني؟ الغرفه كلها بهذله، وياي كان احمد جاسم وقتها تدري حراس مرمى يعني ملوك الفوضى. اي بالضبط. فقلت له تفضل طال عمرك. قعدت على السرير وانا قعدت على السرير، فقاعد اجاب له قال تلعب ويا النصر. كان الكلمه هذه قلت انا ترى انا كلاعب احنا عندنا بالكويت ذاك الوقت ما عندك الميول انت. لا مو ما عندك ميول، احنا كلاعبين ما عندنا يعني ما عندنا القرار. لا بس انا قصدي انت ذاك الوقت ما عندك ميول هلال ونصر اصلا. بالضبط. ما يعني بالضبط. فقلت القرار عند رئيس النادي الله يرحمه الشيخ خالد اليوسف، ممكن تكلمه ويعطيك القرار ان اوكي. قال انت مبدئيا. قلت انا لاعب، اذا قال لي رئيس النادي بروح يعني ما عندي مشكله. الشاهد هذا شهر 2 الحكي، شهر 6 تكرر نفس الكلام وقلت نفس الحكي. روح حق الشيخ خالد اليوسف رحمه الله عليه. بعد ذلك بشهر 7 أو آخر 7 كذي اتصل علي، قلت له ترى شيء يعني مع طول العمر يعني انت قلت لك اكثر مره وانت هم ما قاعد تتحرك من شهر 2. سكرت وراها باسبوع يعني اتصال من الامير بندر، مكتب الامير بندر الله يرحمه. كان يقول لي معاك مكتب الامير بندر، الامير بيكلمك. جاسم كيف حالك؟ على فيك على طول العمر. قال تلعب معنا عندنا بالهلال ثاني يوم بالكويت. اي اسمع شوف لما قال تلعب معي بالهلال قلت انا هو نفس ما سوى الامير فيصل، الامير بندر بيسوي نفس الشيء هم بعد. فقلت نفس الكلام، روح حق الشيخ خالد يوسف رحمه الله عليه هو عنده القرار. ثاني يوم هو بالكويت دقوا علي مكتب الشيخ خالد رحمه الله عليه، قال تعال الامير موجود ويبونك. حضرت مع ابوي.
كان الامير الله يرحمه بندر قاعد كان يقول ها تلعب مع الهلال ولا ما تلعب مع الهلال؟ قلت طال عمرك اللي يخليك تجيني من فرنسا ما العب مع الهلال، العب مع الهلال. الله هالكلام ما كان فيه طبعا، ما صار ولا اللي انا عشان في قصص ما ابي اطوفها وقاعد يداهمنا الوقت. ابي انت اعتذرت عن مباراه الهلال مع الشرطه العراقي في ابطال اسيا رغم اهميتها الكبيره كانت حق الهلال. ابي تفاصيل طلبك الغياب وتفهم الامير بندر عذرك وعطنا التفاصيل. هي طبعا كانت على خلفيه انه ما كان في علاقات الكويت مقاطعه العراق بسبب الغزو على في جميع المجالات. صحيح. فعطني القصه التفاصيل. يوم انا اجيبك محترف انا مو شرط صحيح. فشلون تساهلوا وتفهموا موقفك؟ شوف انا كنت اساسا بالازمه بالكويت قاعد 7 أشهر، شفت كل شيء بالكويت صار، فصار عندي داخلي كره كبير امانه للعراق، وانا اقولها على قولتهم بالفم المليان يعني. حتى ان مدعوني حق كاس الخليج الاخيره ما رحت لان ما احب العراق انا كذي اشكره يعني. فلعبنا مع السد القطري، كان شنيشن هو دفاع المنتخب العراقي ماخذينه محترف مع السد القطري. انا كان همي الشاغر ان احنا نفوز على السد، ولكن رحل عن خير شنيشن باللعب القوي كذي. فكنت العب وياه كل قوتي، اي اشتراك فوق اشتراك تحت، لدرجه شنيشن يقول يا شبيك صار علي، اقول لا تبطل حلجك راح ادوس على راسك كذي. خلاص انا ما اشوف قدامي، انا اشوف عراقي يعني قدامي كذي يعني. فانتهت فزنا على السد وتاهلنا. لما تاهلنا راحت المجموعات يا مع منه الشط العراقي. رحت حق الامير بندر قلت له شوف طويل العمر، انت تبيني انا العب هالبطوله اكمل، لا تخليني العب مع العراق لانه راح نطرد باول دقيقه، صدقني راح نطرد اول دقيقه. فانا جايك صريح واضح. قال لا خلاص اخذ اجازه يومين تخلص المباراه تجيني. انا خذيت الاجازه نزلت الكويت، رديت الكويت مره ثانيه، خلصوا المباراه ورديت لهم مره ثانيه، كملت البطوله وكملت خذينا البطوله اللهم لك الحمد يعني. بس انت ما كنت معهم بالبطوله؟ لا انا كنت معاهم لانك الحين انا اقول لك ليش ما كنت معاهم. كأس المؤسس بالنسبه لك ذكرى جميله طيبه ولا تمحى ولا تنحض الذاكره فيها بعد. ابي اسمعك رساله تتعلق في بطوله كأس المؤسس ونرجع نتكلم. الغالي الكابتن جاسم الهويدي، نجم الكرة الكويتية والخليجية والعربية والآسيوية والهداف الكبير. الكلام عنك يطول، اللي ما تتمتع فيه من أدب وخلق ومهارة وحس تهديفي عالي. كان نفسي إنه اللي يرتبط بيني وبينك شيء جميل وأفخر لما يذكر أو أفتكره، ولكن للأسف ربطوا شيء بيني وبينك اللي هو إصابتك بالرباط الصليبي. أتمنى إنك أنت تتكلم في الموضوع هذا لأنه يهمني إنه ما حد يتهمني بإصابة لاعب، خصوصا لما يكون شخص مثلك أحبه وأوقره وأحترمه، ولك كل الاحترام يا كابتننا الغالي. أخوك الصغير خالد قهوجي. محمود دكتور جاسم، هذه رسالة أخوك أبو عمر خالد قهوجي. والنعم فيه. أول شيء أنا التقيت فيه قبل يمكن أقل من شهرين بالمملكة العربية السعودية، آخر مرة لما كنت رايح حق SST. فخالد والنعم فيه كلاعب نجم ما يعلن عليه وواحد يختلف عليه. ولكن الإصابة هي اشتراك، ولكن هو ما له شغل بإصابتي. هي إصابة كانت الملعب، كان ثيل الملعب ما كان بشكل سليم، لأن قبل يتعور المسعري وقبل يتعور فهد مهلل وفؤاد أنور. واعتقد شكلوا لجنة اللي فحص الملعب. أيوة بدلوا أرضية الملعب أصلا. فأنا الكرة كانت عند القهوجي قصير يعني، القهوجي يعني أنا بالنسبة لي فأنا ميته هو سوى يعني بيحجزني. أنا ما قاعد أطالع القهوجي، أنا قاعد أطالع الكرة بطلعها أوت، لأن إحنا كان مطرود منا لاعب. أنت هاجم عشان اللي يسمع لي أنت منطلق بالكرة وقهوجي حظا عليك. لا صح؟ الكرة كانت بيني وبين القهوجي، بس القهوجي عنده الكرة مو عندي أنا. فأنا إيش بسوي؟ كنت بطلعها أوت على أساس أريح شوية. إحنا فايزين، فجيت بطلع الكرة ريلي شارت بالثيل الملعب. أو من شارت أنا تدري أنا بطلعها بقوة على أساس إنه مرة واحدة أريح يعني. فشارت ريلي سبحان الله، حسيت يعني فخذي كله راح قدام يعني، حتى بالتصوير تشوف كنا العضلة انفصلت يعني بالبطيء وهم حاطينها. أنا تعور، حسيت بألم قوي أول مرة أحس فيه، ما نعرف شنو رباط صليبي صراحة. فأبي أقوم مقادر، قمت أبكي من العوار، كل ما يزيد العوار يزيد العوار. على طول بدلوني. فأنا بسيارة السيارة الصغيرة هذه توصل اللاعبين قعدت حطوا علي ثلج، الحين ما يدرون أنا شنو فيني، بس أنا ألم بس ماسك نفسي يعني، بس نبي تخلص المباراة.
وكانت هذه البطوله طبعا تدري بطوله غاليه، اول مره تقام بالمملكه العربيه السعوديه، وعلى حظي انا ليش قلت لك على حظي؟ لانه ما صارت من قبل، اول مره تقام كل 100 سنه بتصير، يعني ان شاء الله يمكن حيين نشوفها يعني. فخلصت فزنا المباراه، حاولت اني اصعد حق الملك فهد فوق. زين انا شلون اصعد وانا متعور مقادر والم؟ قلت ماكو، بس اعطوني المقاضب، قضبت المقاضب اللي موجوده على الحافه وصعدت ليه وصلت حق الملك فهد، وعندي الصوره اللهم لك الحمد. فوانا اسلم عليه كان الامير سلطان يقول حق الملك فهد ترى هذا ابنك ولدك يعني من الكويت. قال حيا الله بلاده. شوف هالكلمه هذه كانت، هذه روحت مني الالم صراحه. بعد ذلك نزلت ورحت فحصت، طلع لنا فيني رباط صليبي. كنت طبعا، وهذا شيء يمكن ما حد يعني يعرفها، اول مره اقولها، كان وقتها الدكتور الزهراني سالم، اي رحت له بالليل، كان يقول لي انا باكر الصبح اسوي لك، لان ريلك حار الحين ما اسوي لك اشعه، راح اسوي لك باكر الصبح. فدقيت على عبد المجيد عبد الله البناي، ابو عبد الله الرباط شلون يصير؟ قلت له كذي. قال اذا صار الرباط يعني يوصف لي، لان هذا اذا انقطع يصير كذي. فاول ما شفته بالشاشه انصدمت، سكت. فالزهراني يقول لي لا ان شاء الله خير، مو راضي يقول لي. قلت له قول لي دكتور، ترى انا يعني الحمد لله يعني امن بالله سبحانه وتعالى والحمد لله كله خير. كان يقول لا ما ان شاء الله خير ان شاء الله. قلت له فيني رباط صليبي، ويطالعني ينصدم. كان يقول ايه فيك رباط صليبي؟ قلت الحمد لله على كل حال. قال غريبه. قلت ليش غريبه؟ قال كل واحد يقول له رباط صليبي يبكي. قلت يلا اذا البكي برد لي رباط ابكي من هنا باكر الصبح. فالحمد لله على كل حال يعني. الحمد لله على كل حال. احنا عندنا الرمزيه، في شيء اسمه الرمزيه، نطلع لك شيء وعلى ضوء هذه الرمزيه يصير في حوار. الزعيم وعادل امام. ابي الرمزيه هذه. عادل امام. شوف عادل امام دعينا كنادي الهلال حق مباراه اعتزال اشرف قاسم بمصر. وتدري الزمالك فريق قوي، وكان حاضر بالاعتزال عادل امام، احمد السقا، الجوهري كابتن منتخب مصر، الغندور الحكم، كان نخبه كرنفال. جايب نخبه من النجوم. فسبحان الله انا قاعد اضحك يعني. طبعا خذينا صوره جماعيه، الصوره موجوده عندي. فالحين خلاص بنبدي، عادل امام راضي يطلع من الملعب، واقف في نص الملعب. بعدين خذ الكره قاعد بروحه، فانا قاعد اطالع شيء، قاعد اقول يا رب ليني يا معود، مالي يعني عادي ما بيجيك شيء بيها، اخاف حطري لي يطيح يتعور ننفضح يعني. فانا واقف قاعد اطالع واضحك، ويقط الكرم بريولي، هو قط الكرم بريولي. ايه رايك؟ يقول لي يعني معنى شيء يعني انا ايش قلت؟ نرفزت يعني اي اعطيت النظره هذه اللي معصب يعني. شو قط الكرم بريولي يعني؟ عشان انا اقول لك، انا سالت واحد من ربعك بالنادي قال لي عصب. ايه قلت له شنو هذا يعني؟ احنا الحين شنو؟ انت ضحكت. انا اعطيت هالابتسامه، بس الابتسامه هذه شفتها الصفراء اللي مالك خلقه. اي بس ابي يطلع الحين، طلعوا من الملعب، احنا خلصونا طلعوا من الملعب. فرد لا، وهو راد يقول لي يعني ترى، فيمكن هذه مكمله. لما رد قال ترى ايه رايك فيني؟ يقول والله شي قتلني. قاعد اضحك. يلا عادل امام اي يعني عادل امام يعني. بس صار في حوار بعد المباراه ولا ما شفتوه؟ لا بس خلاص، هو كان فتره اللي قبل بدايه المباراه ومشى. زين ابو حمود، انا بسالك عن احتفاليتك انت وبشار يوم قولتوا على الهلال. هذه دقون على منو كنتوا تكلمون منو؟ لا هو كان هذه طبعا مباراه ما انساها، مباراه 3-2 بالضبط. كانت 2-0 لصالحنا، كنا نلعب بالسعوديه بالرياض. كان 2-0 والهلال كان من نجومه. فاحنا فاحنا سوينا انه يعني وين الهلال؟ هذا الهلال معنى شيء، وين الهلال؟ يعني مستفزين انتم. اي كنا مقصود ان انتم مرتبينها ولا لا كذي سبحان الله، يا كذي حاطين الو كذي. فسوينا نفس الحركه، ان كنا 1-0 2-0 وقاعد نلعب احسن من الهلال اصلا. بعدين سوينا الحركه هذه، انه وين الهلال؟ دقوا على الهلال خليه الملعب، يعني كذي معنى. دقيتوا على يوسف هذا. بعدين دقوا علينا الهلال، طال عمرك قلبونا. شوف جول يوسف هذا، دقيتوا على يوسف. اي بالضبط، انقلبنا 3-2. يوسف حط جول يعني ما يصير يوسف بوش اول واحده، الثانيه اللي زقها يعني فاجن. لا كان شوف يمكن وكان حضور كبير بالملعب. كان وقتها شوف تبي صراحه، كان وقت عز نشوه السالميه بكلا لاعبين منتخب، في 7 لاعبين يعني تقريبا، زائد الهلال كان بعزه عنده لاعبين منتخب يمكن 8-9 لاعبين. فكانت المباراه ماخذه كانه طابع منتخب الكويت منتخب السعوديه يعني، مو كذا يعني. احنا كل مواجهتنا مع الهلال ترى خسرنا
ولكن انا اللهم لك الحمد كل مواجهتنا مع الهلال كنت اسجل عليهم. اي صح. وهذه صحيح. حتى اذكر انا بس في مره تغشر معاك الدعيه بتويتر تذكر؟ دعيه واحنا نازلين بالممر على اساس ندش الملعب، كنت توني راد من الاصابه، يعني صار لي فتره من الاصابه، فقال لي ما راح تسجل. قلت له انا راح اسجل جول، ما راح اخليك يعني تقفز، ما راح تطمر، يعني انا اقول له كذي. قال يلا وريني. حطيت له جول خليته ما يطمر بس يطالعها. عاد لعباتك الحال. زين انا قبل لا اختم ابي تكلمني عن التكنيك اللي سويته بهدفك على الامارات بمباراتنا في المجموعات على محسن وصبح. شوته عجيب يعني الهدف غريب. شوف شوتة المشط الخارجي سكروب اسويها وايد انا بالتمرين، خاصة لما يكون على جنب. ايقن تماما لما اشوت سكروب تلف الكرة، وهذه متى تسويها؟ لما يكون الانكل مو لافه. انت في لاعبين يلفون الانكل لما يسوونها تروح كورنر الكرة. انا ما الف انكلي من طبعي، مع ان انكلي ضعيف، ولكن الحمد لله شوتها تلف. سويتها مع الامارات، سويتها مع فريق اندونيسيا باندونيسيا بتصفيات كاس العالم 2000. سويتها مع عمان، منتخب عمان بخليج 98. فكان لما اشوت انا متعود اشوت يعني ايه، يعني مو مثلا هذا قاعد يشوت كذي يعني تي وياه، لا انا اتمرن عليه، يعني اتمرن على. والحين اقولها حتى حق محمد ولدي دائما لما تبي تشوت على جنب شوتها مش الخارجي على اساس تلف معاه. بس هي سبحان الله على حسب التعود، يعني اذا التعود عليها تصير. وحمود احنا وصلنا للختام. دكتور جاسم الف شكر وتحيه لك على قبولك الدعوه وعلى هالدقائق المليانه اسرار. يا حبيبي الله يسلمك، انا سعيد ايضا بتواجدي معاك، وان شاء الله يعني كنت ضيف خفيف. لا خفيف وثقيل يعني بنفس الوقت بالقصص. غالين علينا الله يحفظك ان شاء الله حبيبي. بس انت هم مهين، يعني انت يعني ما شاء الله كان صندوقك كان وافر صراحه. لانه ما شاء الله المشوار الزاخر فتلاقي فيه البستان عامر على قولتهم، فتلاقي فيه. حبيبي الله يوفقك ان شاء الله. احنا وصلنا الختام، نشوفكم على خير.